السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شريف حمزاوي للديكورات. النهاردة هنشرح مع بعضينا طريقة عمل جنب ثلاثي الأبعاد بشكل هندسي بمقاسات سهلة خالص وبسيطة وبخامات وأدوات بسيطة وغير مكلفة. وإن عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأي لون على حسب الدرجات اللي تتناسب مع الشغل بتاعك. بتستخدم الدهانات بتاعتك. طبعا انت حبيت تعمل الجنب كده زي ما انا ما عملته مقاسات بالاستيك والمسطره ومقاسات عادي وتخططه عادي. تمام. حبيت تعمل اسطمبه كده او كرتونه وتقيسها 30 في 30 وتعمل في النص هنا نقطه ارتكاز برضه عشان تخطط عليها برضه عادي على حسب ما انت ترتاح.
انا شغال بفرشه اهي وبادئ الجنب. طبعا الافضل طبعا ان انت ممكن ان انت تتيب المربع وبرولة صغيرة، برولة شمعة كده صغيرة، وتدهن بيها. الجنب ده يا جماعة جنب سهل جدا جدا جدا، وشغله سريع برضو جدا، وغير مكلف نهائيا. يعني جنب والفينش بتاعه في النهاية بيديك شكل احساسي وجميل، وشكله جميل جدا، وفكرة سهلة وخفيفة، واي حد من زمايلنا النقاشين واساتذتنا يقدر يطبقه بسهولة. طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده في بداية الفيديو، ان المربعات دي يعني ثابتة، ممكن تعمل بيها اكتر من 100 جنب ثلاثي الابعاد. بدايته بتكون مربعات، اكتر من 100 جنب ثلاثي الابعاد بدايته بتبقى مربعات فقط، ومن داخل المربعات بتبدأ تعمل الشكل اللي انت عايز تعمله. ان شاء الله باذن الله هنحاول نعمل اكبر قدر من الاشكال الهندسيه بطريقه واحده بس، اللي هي بطريقه المربعات دي. ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم اكتر من جنب هندسي، ان كان العمر بقي ان شاء الله. طبعا ان انا بادئ المربع اللي انا مش مخطط جواه، اللي هو المربع الساده، زي ما انا قلت لكم كده ان انا بخطط مربع وبسيب مربع. بعد ما بخلص درجه الكافيه بجيب بعد كده درجه اغمق منها. هي الدرجه اللي قدامكم دي ده بلاستيك نبيتي. ممكن تجيب الكافيه الأغمق أو البني أو العسلي أو أي درجة أنت تحب تشتغل بيها. ببدأ أعمل المربع الأولاني اللي أنا مخطط أهو بالدرجة الغامقة دي بالنبيتي. طبعا لو احنا اشتغلنا بتيب أفضل كتير، أفضل وأسرع برضه في نفس الوقت. طبعا أنا لو تيبت الجنب بشتغله برولة شمعة صغيرة. بعد ما بخلص الدرجة النبيتي ببدأ بعد كده أجيب بلاستيك أسود وأبدأ أعمل مربع من فوق، أو المثلث اللي فوق، المثلث من فوق. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده بدأ التجسيم بتاع الجنب والبعد بتاع الجنب يظهر معايا. مجرد ما عملت البلاستيك الأسود أو الدرجة السوداء أو المثلث الأسود اللي فوق بدأ تجسيمة الجنب تظهر معايا. طبعا أهم حاجة يا جماعة إن بعد ما بفنش الجنب
الثلاث درجات بتوعته اللي انا عملتهم دلوقتي. طبعا الدرجه الفاتحه دي اللي هي الابيض ده اساسي يعني، انا كنت اصلا بدهن الجنب درجه منه اللي هو الابيض اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه يا جماعه بجيب بعد كده بعد ما بخلص الجنب، يستحسن يعني الافضل بجيب قلم فلوماستر اسود وببدا اخطط الجنب. ليه بقى بتخطط الجنب يا جماعه؟ التخطيط مهم جدا جدا جدا. اول حاجه بيجسم الجنب وبيدي تجسيد للجنب وبيجسم وبيديله بعد. تاني حاجة بيظبط التكسر بتاع الفرشة أو التكسر بتاع الطيب وبيخليها خط مستقيم. علشان كده لازم بعد ما بتعمل أي جنب ثلاثي الأبعاد أو أي جنب هندسي لازم يتم تخطيطه بقلم فلوماستر أسود، مهم جدا يعني. طبعا الجنب كده يا جماعة اهو خلص. جنب سهل جدا وسريع وجميل ومدينا بعد كويس وبعد جميل. هنا ده جنب انا عامله قبل كده وده جنب هو اللي انا عملته دلوقتي، بس ده بطريقة وده بطريقة. وإن عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.